السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه رأيكم في العظمة اللي انا عاملاها دي النهاردة؟ ديت التورتة بدقيق الاسبونج بطريقة سهلة، وزي ما انتوا شايفين كده التقطيع بتاعها انت بتحددي الاول بالسكينة زي ما انا كنت محددة كده. الاول بتحددي وبعد كده بتسحبي السكينة لجوه عشان ما تتهريش منك وتتفرفت منك. انا ما كنتش بعرف الاول اقطع التورتة دي خالص. بص، انت بتاخدي بالسكينة كده وتلفي على الحروف على الحروف على الحروف، وبعد كده تخشي بالسكينة لجوه لحد ما تتقطع معاكم. ايه رأيكم بقى في التورتة اللي انا عاملاها دي؟ انا عاملاها بطريقة سهلة وبسيطة، يعني اللي بيقول ما بعرفش اعمل التورتة ده يبقى اسهل من الكيك. يعني عمايل التورتة فعلا اسهل بكتير. فهتشوفوا معايا بقى الفيديو ده، ويا ريت ما تنسوش اللايك، واذا كنت بتشوفوا القناة لاول مرة يا ريت اشتراك. شايفين ايه رأيكم في الجمال ده؟ كام دور اهو. بص، بتحددي كده بالسكينة بالراحة، ويا ريت السكينة تكون مشرشرة، بتفرق جامد في تقطيع التورته. تلفي كده بالسكينة. في ناس بتعملها بالدقيق بتاع البيت عادي، بس ما بتديش فعلا نفس النتيجة بتاعت الاسبونج دي. وانا قطعنا كده، شايفين الطراوة بتاعتها وشايفين العظمة بتاعتها ما شاء الله. ادي كده طبقة، وادي كده التانية، وادي كده التالتة، وادي الرابعة، وادي الخامسة. يعني ده نص كيلو سبونج ما شاء الله. شايفين العلو بتاعها؟ اول حاجة انا معايا 6 بيضات، ويكونوا طبعا بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونوش في التلاجة. وعندي الفانيليا، ويا ريت الفانيليا السايلة دي جميلة جدا. بحط منها نقطتين، ما تكتريش عشان لو كترت طعمها بيمرر. بس كده. وبضرب بقى البيض ده كده بالمضرب شوية كده لحد لونه ما يفتح معاكي. بعد كده بقى انا عندي نص كيلو دقيق سبونج، هتجيبيه وهتنخليه. لازم انا حبيت ان انا انخله قدامكم عشان تفتكروا الطريقة يعني. اهو لازم يتنخل اهو بالشكل ده، بيدخل فيه هوا كده بيساعد على علو التورته بتاعتك. بعد كده عندي نص كوباية مية من الحنفية عادي اهو. بس كده، ادي كده خلصت التورته بتاعتنا. واضرب بقى كله مع بعضه كده لمدة ربع ساعة او 10 دقايق، يعني ما تقليش عن 10 دقايق. دوبي كده بالراحة قبل ما تشغلي المضرب عشان الدنيا ما تتبهدلش عندك من الدقيق اهو. وبعد كده تشغلي المضرب، تفضلي تضربي بقى بالشكل ده لحد ما تعلى معاكي وتجمد وتبقى ايه 10 على زي ما انتوا شايفين بقى. انا قعدت اضرب فيها بالشكل ده لحد ما عليت ازاي، وانا حاطه في القعر بتاع الحله ورقه كراسه بيضه. يعني ما عنديش ورق زبده، حطيت ورقه كراسه وبتقضي الغرض عادي. يعني ما فيش اي مشكله. ما تقوليش بقى انا ما عنديش ورق زبده هقف عليها ولا لا، ورقه كراسه والله عادي. وحطيت شويه زيت في قعر الحله وحطيت الورقه، وبعد كده دهنتها بالفرشه كده بالزيت وبقت طلعت زي الفل. هنزل بقى بالخليط بتاعي زي ما انتوا شايفين كده اهو. مفهوش غلطة الحمد لله. باينة انها هتبقى تورتة ناجحة، هايشة وخفيفة ومفيش ايه فيها اي حاجة الحمد لله. هتحطيها بقى في فرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة، وبعد كده تختبريها بالخلة بتاعت السنان. اذا طلعت الخلة نظيفة يبقى خير وبركة كده استوت. اذا طلعت فيها عجين هتسيبيها كمان 5 دقايق. والتزيين براحتك بقى، بتزينيها زي ما انت عايزة، بالكريم شانتيه وبالفواكه بشوكولاتة زي ما تحبي. ويا رب النهاردة الفيديو يعجبكم، وكل ثانية وكل دقيقة وكلكم طيبين وأسرتك طيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما تنسوش طبعا اللايك واشتراك إذا كنت بتشوف القناة لأول مرة.